السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده جميله جدا، وانا عن نفسي بحبها قوي قوي. هنعمل مع بعض الشكلمه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وشكلها زي ما انتوا شايفين كده، وطعمها وريحتها بجد تحفه. مش هتندموا ابدا لو جربتوها. مقاديرها سهله وان شاء الله موجوده في كل بيت، والنتيجه احلى من الجاهزه 100 مره. هسيب لكم كل المقادير مكتوبه بالكوبايه وبالميزان تحت الفيديو. ما شاء الله بترمي معانا كمية حلوة جدا وسهلة وبسيطة. لو أول مرة بتعملي حلويات وجربتيها هتطلع معاكي تحفة. مقرمشة شوية من بره وطرية ودايبة من جوه على الآخر، وطعمها خطير. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ على طول في وصفتنا. بس قبل ما نبدأ حابة أفكركم، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي تشتركوا حالا وتفعلوا جرس التنبيه على الكل علشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد. وما تنسوش كمان تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني قوي وتشجعني. معايا 3 بيضات، هكسرهم واحطهم في البولة. هكسر كل واحدة لوحدها في بولة صغيرة كده علشان اتأكد ان هي سليمة. والبيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، لو في التلاجة هطلعه من قبل ما اشتغل بساعة. وحجم البيض يكون متوسط مش كبير قوي علشان ما يزودش كمية السوائل في الوصفة. وادام حطينا البيض على طول ننزل بالفانيليا وراه علشان ما ننساش نص معلقة صغيرة فانيليا، سواء سايلة او بودرة اللي موجودة عندك. بالمضرب اليدوي العادي هبدأ أضرب البيض مع الفانيليا شوية، أفكهم كده مع بعض. وبعد كده بضيف عليهم نص كوباية سكر حبيبات عادي، ورشة ملح صغيرة قوي تظبط لنا الطعم، أقل من ربع معلقة صغيرة. ومعلقتين كبار سمنة أو زبدة بدرجة حرارة المطبخ. ومعلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. لو مش متوفر هنستخدم الشربات التقيل بتاع الكنافة أو عسل نحل. وهقلبهم شوية كده بالمضرب اليدوي لحد ما أدوب العسل الجلوكوز والسكر يدوب شوية. بعد ما ضربتهم مع بعض شوية دوبت عسل الجلوكوز والسكر، هنزل عليهم بمعلقتين كبار حليب بودرة. الوصفة الأصلية بتتعمل بالحليب المحلى المكثف، بس طبعا عشان سعره غالي ومش متوفر في كل بيت، فالحليب البودرة هيدينا نفس الطعم والتأثير. وحطيت كمان معلقتين كبار دقيق. هقلبهم كويس بالمضرب مع بعض وانزل الجوانب كده تتخلط معاهم كويس. وبعد كده بنزل عليهم بربع كيلو جوز هند 250 جرام. ونستخدم جوز الهند الناعم، هو هيكون احسن حاجة في الوصفة دي. ونقلب بالراحة من غير عجن، يدوب بس الجوز الهند يتخلط كويس مع السوائل ويختفي تماما. هنوقف عجن علشان الشكلمة ما تنشفش معاكي. احنا مش مستخدمين اي مواد رفع خالص، لا بيكنج باودر ولا بيكنج صودا. احنا بنعتمد بس على البيض في الرفع. وهحط العجينة في كيس حلواني علشان ابدأ اشكلها. ولو حابة ممكن تشكليها بايديكي، تدهني ايديكي شوية زيت وتشكليها بايديكي. بس انا حطيتها في كيس حلواني وبلبلها شكل الوردة علشان يطلع شكلها حلو. تقدري تشكليها كور بايديك عادي، بس دهني ايديكي شوية زيت. بعد كده هنجيب الصاج او الصينية اللي هنسوي فيها الشكلمة، وحطيت ورقة من الزبدة وهتدهنيها بشوية من السمنة. لقيت عندي قوالب الكب كيك الورق الصغيرة الجميلة دي، فقلت هشكلها فيها يبقى شكلها حلو. بس انت تقدري تشكلي على الصينية على طول مدهونة سمنة كويس، بتديها طعم حلو وكمان علشان ما تلزقش معاكي. وفايدة ورق الزبدة ان هو بيحمي العجينة ما تلزقش في الصاج. لو عندك استعمليه، مش عندك هتدهني الصينية بتاعتك بدهنة حلوة من السمنة وتشكلي عليها على طول عادي. بس بعد ما تستوي وتخرج من الفرن هتسيبيها تهدى وتبرد خالص قبل ما تحركيها علشان ما تتهريش وتتكسر معاكي. بعد كده زينتها بالكريز، جبت شوية كريز وقطعتهم قطع صغيرة، وانا بحطها كده بضغط سنة صغيرة علشان تلزق في الشكلمة. تقدري تزينيها بمكسرات او بفواكه مجففة، او تسيبيها سادة كده زي ما تحبي. وبنكون مشغلين الفرن قبل كده ب10 دقايق على درجة حرارة 150، وهنسيبها في الفرن في الرف الأوسط من 10 ل15 دقيقة بالكتير، مش هتاخد أكتر من كده. وآخر دقيقة بتشغلي الشواية عشان تتحمر شوية من فوق، بس بتفضلي واقفة قدامها لأنها بتاخد لون في ثواني عشان ما تتحرقش معاكي. وهنا حطيت نص كوباية سكر على نص كوباية مية، وهحطهم يغلوا على النار يدوب غلوة واحدة. غلوة واحدة مش أكتر من كده، وبعد كده بطفي عليهم النار واسيبهم يبردوا. وبعد ما الشكلامة تطلع ما شاء الله ريحتها كانت رهيبة. اول ما اطلعها من الفرن وهي لسه سخنة كده هبدأ ألمعها واسقيها بشوية من الشربات اللي عملناه. الشربات بيكون دافي والشكلامة بتبقى سخنة. اسقيها بشوية كده والمعها واسيبها لحد ما تبرد. وبعد كده بقى تاكلوها وتتهنوا بيها بألف هنا وشفا. بصوا بقى شكلها ولا لمعتها بجد تحفة.
وزي ما شفنا قد ايه سريعة قوي وسهلة، يدوب بس بنقلب كل المكونات مع بعض واحدة ورا التانية، ومش محتاجة كمان اي ادوات معقدة، وبنطلع بالجمال ده. بصراحة كده جامدة قوي. جربوها بجد مش هتندموا، طعمها وريحتها تحفة، احلى بكتير جدا من اللي بنشتريها من بره. لو جربتوها بجد مش هتشتروها من بره تاني. وصفتنا النهاردة خلصت، بتمنى تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتكتبوا لي رأيكم، ولو في صور تحطوها لي في التعليقات. ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين، وتعليق حلو كده منكم يشجعني. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.